السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات. الفيديو التاني لمرض هشاشة العظام. ازاي افكر او ابتدي اروح اخد مشورة الطبيب، انا عندي هشاشة للعظام ولا لا؟ اهم سبب واكتر سبب هو المينوبوز او سن ما بعد انقطاع الدورة الشهرية في السيدات، نظرا للتغييرات الهرمونية اللي بتحصل وبتأثر على عظم السيدة وبتخليه عرضة لان هو يترقق او يبقى هش او ما يبقاش بنفس القوة الكافية اللي يؤدي وظيفته المعتادة بيها. تاني حاجة، إذا كان في أمراض مزمنة أو بعض الحالات المرضية المزمنة زي أمراض الغدة الدرقية والجاردرقية. تالت حاجة، أدوية معينة وأشهرها طبعا على الإطلاق هي الكورتيزون، وأدوية المعدة وخصوصا البي بي آيز أو مضادات الحموضة اللي مشهورة وبتستخدم بكثرة جدا سواء باستشارة طبيب أو عدم استشارته. ليه بنهتم بالعوامل الممهدة هنا؟ لأن زي ما قلنا في الفيديو السابق اللي متابعينا إن هو مالوش أعراض وبيسموه اللص الصامت. عشان كده أحسن طرق التشخيص هي الدكسا أو ما الجهاز اللي بيقيس هشاشة العظام اللي موجود في مراكز الأشعة، وطبعا بعد استشارة الطبيب والحصول على ريكومنديشن منه إن حضرتك أو حضرتك محتاج تعمل قياس لهشاشة العظام ولا لا. الرجالة أكتر ولا الستات؟ السيدات أكثر نظرا للطبيعة الهرمونية والتغيرات الهرمونية اللي بتحصل فيهم، لكن وارد في الرجال في ظل الظروف المرضية اللي احنا قلناها بعض الأمراض أو بعض الأدوية اللي بياخدوها، وكمان شوية بعد سن ال65 أو سن ال70. له طرق كتيرة في العلاج على حسب درجة الهشاشة اللي موجودة عنده في قياس الدكس. قد تكون علاجات دوائية وهنسيبها للطبيب المعالج، مش هنتكلم فيها نظرا لتعقيدها شوية، وبعض الحالات اللايف ستايل اللي احنا اتكلمنا اللي متابع معانا قبل كده عن ازاي تحافظ على صحة مفاصلك، تقريبا هي نفس الخطوط العريضة. خلي غذائك متوازن، حافظ على وزنك على قد ما تقدر، حافظ على الرياضة، وأهمها بالنسبة لهشاشة العظام هي المشي. امشي قد ايه؟ الكتب بتقول ساعة الا ربع، 4 مرات في الاسبوع. ما بقدرش امشي كل الفترة دي نظرا لظروف معينة. امشي على قد ما تقدر، كمية متوسطة ومنتظمة قدر المستطاع، هتحميك كتير بإذن ربنا من هشاشة العظام وتبعاتها. دمتم في صحة وسعادة وخير.